السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا، وحشتونا ونورتونا، وحشتونا جدا 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 جدا. اهلا وسهلا بيكم على قناتكم. النهارده عندنا بس كلمتين كده في السريع. كابتن احمد بلال، كابتن من كباتن النادي الاهلي وناس من هدافين النادي، طلع علينا امبارح بطلته وقال لك ايه؟ مباراة السوبر الاحسن ان الزمالك ما يجيش، الاحسن ان الزمالك ما هيتغلب سكور فما يروحش الماتش احسن. ف كلام كله كلام احنا مش هنقبله. احنا كناس بنشجع النادي الاهلي احنا عمرنا ما هنقبل كده. احنا كابتن احمد بلال ما حدش هيقدر ينكر ان هو كان راجل مهاجم قدير، بس احمد بلال ما بين كل فتره والتانيه لازم يطل علينا كده بطله ولا اتنين، لازم يثير الجدل. قبل كده اتكلم على مصطفى محمد وقال لك اصل مصطفى يعني مش اللي هو لسه بدري عليه. طبعا احنا دلوقتي بسم الله ما شاء الله، شوف مصطفى محمد وصل فين، وكل الدعم لاي مصري لاعب مصري محترف بره. ما شاء الله مصطفى محمد من المهاجمين اللي فيش منهم اتنين تلاته في مصر حاليا. او مصطفى يعتبر احسن مهاجم مصري موجود حاليا، مش هو اكيد مصطفى محمد اجمد مهاجم مصري موجود حاليا، وراجل غير انه راجل محترف في الدوري الفرنسي. تاني حاجه طلع بعد كده عليه برضو الكابتن بلال بتصريح وسام ابو علي اصله مهاجم كويس، بس ما فيش مقارنه بين احمد بلال. لا يا كابتن احمد، وسام ابو علي مهاجم من الطراز العالمي، الراجل جايب هداف الدوري في نص موسم. انا ما اظنش ان انت حققت حاجه. انت يمكن حققت لقب الدوري، انا مش عارف انت كنت حققت لقب هداف الدوري ولا لا، بس الاكيد الاكيد اللي انا متاكد منه من غير ما اشوف من غير ما ادور انك ما خدتش لقب هداف الدوري في نص موسم زي وسام. وسام لاعب متاسس في اوروبا، لاعب متاسس كويس، لاعب بيلعب كره كويسه، كره حديثه، راجل من القلائل او يمكن الوحيد اللي جاء عمل ريكورد ان هو الراجل 19 هدف في نص موسم يا كابتن بلال. مش كل شويه تصريحات وبعدين انت طالع تقول لنادي الزمالك ما يروحش. انت ما تقللش من نادي الزمالك، ما حدش يجرؤ انه يقلل من قيمه نادي الزمالك القطب الثاني للكره المصريه. احنا بنشجع الاهلي، احنا بنحفل على بعض، بس انت ما توصلش انك تقلل من نادي الزمالك. الناس لما بتطلع، لما بيطلع احمد الطيب ولا لما بيطلع اسامه حسن ولا لما بيطلع مين ولا مين ولا الجبالي ولا مين، احنا بنطلع نهاجم الناس دي بكل قوه، بكل ما اوتينا من قوه نطلع نهاجم الناس دي. احنا مش هننساق يا كابتن احمد ولا الكلام ده. احنا كناس جماهير الاهلي احنا ما بنحبش التصريحات اللي زي دي. احنا ما بنحبش حد من الناس اللي بنعتبرهم نجومنا وكانوا نجوم في الفريق وكانوا بيرتبطوا بتيشيرت النادي الاهلي يطلع يتكلم في حاجه زي كده ويقلل من نادي الزمالك. بالعكس، احنا مش اي جمهور. احنا مش زي ناس تانية تطلع بكلمتين ترند احنا هننساق وراك. لا، انت ما تهاجمش نادي الزمالك وما تقللش من قيمه نادي الزمالك. قول الاهلي اجهز فنيا، قول للناس اللي في الاهلي اعلى فنيا واعلى بدنيا واعلى مهاريا وهم اجهز. قول الاهلي الفتره دي اجهز، احنا ما عندناش مشكله، بس ما تقللش تقول نادي الزمالك اصلا ما يروحش، اصل هيتغلب سكور. لا، هيفضل هو نادي الزمالك بقيمته الكبيره بقاعدته الجماهيريه الكبيره. الراجل من اكتر الناس اللي بحب النادي اكتر حاجه في حياتي، بس برضه ما اسمحش انك تيجي على نادي الزمالك او انك انت تقول نادي الزمالك اصل هيتغلب سكور. لا، مش نادي الزمالك اللي اتغلب سكور. نادي الزمالك هيفضل هو القطب الثاني، النادي الاكبر في مصر بعد النادي الاهلي، النادي الاكبر في افريقيا بعد النادي الاهلي. نادي الزمالك ما تقدرش تقلل من قيمته ولا تقدر تحط مقاييس ولا تعرف مباراه القمه. يمكن انت عندك 3 4 5 6 7 الفرقه كلها في يومها النهارده بيلعبوا مثلا اداء كويس، يمكن يجي يوم السوبر ما تكون الناس دي اوف داي، تكون الناس دي كلها مش في يومها، ويكون الثلاثة أربعة خمسة ستة اللي موجودين في الزمالك، إذا كان عبد الله السعيد ولا ناصر ماهر ولا السيف الجزيري ولا زيزو، كل الناس دي في يومهم تك لعبة والتاني الناس تكسبوا ماتش السوبر عادي جدا يعني. فأنا ما أقدرش أقلل من قيمة نادي الزمالك. هيفضل نادي الزمالك بقيمته الكبيرة، بجماهيريته الكبيرة، ببطولاته. وانا بقول لك من هنا يا كابتن احمد، احنا كنادي اهلي وجمهور نادي اهلي احنا ما بننسقش ولا التصريح وما نحبش التصريحات اللي زي دي. احنا مش هننزل بمستوانا بمستوى تفكيرنا للكلام ده. اذا كان في ناس تانية بيعجبها الكلام ده بتمشي وراها بيطلع وراهم الترند، احنا مش هنحب كده. هيفضل نادي الزمالك هو نادي الزمالك. ومش كل شويه يا كابتن احمد انت ناس من يعني ارتديت شيرت النادي الاهلي، كنت ناس من كباتن النادي والناس اللي سجلت باسم النادي الاهلي، فما ما تقللش من قيمه نادي كبير زي نادي الزمالك، وما تقولش الكلام اللي يقلل مننا. احنا بنحترم نادي الزمالك جدا، خصمنا لازم نحترمه ايا كان هو، بالذات لو كان القطب الثاني للكره المصريه نادي الزمالك. دي كانت حاجه لازم تتقال مهمه جدا، ان احنا زي ما طلعنا هاجمنا الناس اللي بتهاجم الاهلي برضه احنا مش نسمح لحد انه يتجاوز في حق الانديه الثانيه. حاجه تانية بس اخيره، نادي امبارح العين فاز على اوكلاند سيتي 6-2. اوكلاند ده بيروح يعني يشيل ويروح، يروح يشيل ويروح، يروح يشيل ويروح، روح عب ويروح. المباراه الجايه ان شاء الله اللي طبعا اعلنوا امبارح الفيفا ان هيكون الفائز من مباراه الاهلي والعين الاماراتي هو الفائز بالافرو اسيويه، يعني مباراه ببطوله
ب 2 3 دولار كمان هتصعد للدور اللي بعده قبل النهائي. مباراة في غاية الأهمية، نادي العين نادي جاهز بكل المقاييس، نادي كبير جدا. احنا طبعا مش هنفكر في الموضوع دلوقتي، بس انا حبيت انوه عن النتيجة الكبيرة بتاعت امبارح اللي 6-2. احنا ان شاء الله ماتش السوبر يوم الجمعة، نتمنى التوفيق لكل لعيبتنا، نتمنى كل الناس تكون في مستواها، يكونوا بالتركيز عالي جدا ان شاء الله. نتمنى التوفيق وفوز للنادي الاهلي، وتكون مباراة حلوة تليق بالفريقين، اكبر فريقين في مصر وفي افريقيا. وان شاء الله اشوفكم قبل الماتش باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.